قصتنا النهارده بتبدأ بمجموعة من الناس بيقرروا يسافروا من اليمن للحجاز، مسافة تقريبا 1500 كيلو في رحلة ما بتقلش عن شهر، عشان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على أول الأمر. لما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إحنا جايين نتفقه في الدين، إحنا جايين نسأل على أول الأمر، إحنا عايزين نعرف ربنا سبحانه وتعالى كان موجود فين قبل ما يبدأ خلقه، ربنا سبحانه وتعالى كان موجود فين قبل ما يبدأ خلق السماوات والأرض والجبال والأنهار والمحيطات والكون وكل اللي احنا شايفينه بعينينا ده. كمان ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى لما بيعوز يخلق اي حاجه مجرد بيقول لها كن فيكون. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق 4 مخلوقات بايديه الكريمه، وباقي المخلوقات قال لها كن فيكون. فايه هم ال4 حاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقهم بايديه؟ كمان ربنا سبحانه وتعالى لما اراد ان يخلق البشر اخبر الملائكه وقال لهم اني جاعل في الارض خليفه، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال اني اعلم ما لا تعلمون. وهنا والله اعلم الملائكه كان عندهم علم ان في مخلوقات سكنت الارض قبل البشر، فمين هم اللي سكنوا الارض قبل البشر؟ وهل سيدنا ادم هو اول المخلوقات اللي تسكن الارض ولا كان في حد ساكنها قبله؟ ان شاء الله كل الاسئله دي واكتر هنجاوب عليهم في قصتنا النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي بإذن الله هنقدم عليها قصص ومعلومات مفيدة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما هتكون بتجمع بين المتعة والفايدة، فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. لو دي أول مرة تشوفني فيها انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان تابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. وعشان ما نضيعش وقت كتير جهز مشروبك وتعالى بسرعة عشان نبدأ قصة النهاردة. قصتنا النهارده بتبدأ بمجموعة من الناس بيقرروا يسافروا من اليمن للحجاز، مسافة تقريبا 1500 كيلو في رحلة ما بتقلش عن شهر، عشان يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم على أول الأمر. لما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له إحنا جايين نتفقه في الدين، إحنا جايين نسأل على أول الأمر. وسؤال زي ده أكيد جه في بالك قبل كده، وفي الوقت اللي إحنا فيه ده إحنا مش مضطرين نسافر 1500 كيلو ولا نقطع رحلة مدتها شهر عشان نعرف إجابة السؤال. احنا في الوقت اللي احنا فيه ده كل واحد معاه تليفونه في ايده، ببساطة جدا يفتح جوجل ويكتب السؤال اللي هو عايزه وهيطلع له الإجابة. لكن معظمنا بيكسل حتى يدور على إجابة السؤال حتى بالطريقة السهلة دي. لكن الناس دول ما كانوش بيكسلوا، كانوا عايزين يفهموا ويعرفوا، وسافروا كل المسافة دي عشان يعرفوا إجابة السؤال ده. النبي صلى الله عليه وسلم جاوب وقال لهم ربنا سبحانه وتعالى كان موجود لوحده، كان موجود وما كانش في أي حاجة موجودة معاه. ربنا سبحانه وتعالى هو الأول فلا شيء قبله، كان موجود في العدم، كانش في اي حاجه موجوده معاه وما كانش في اي حاجه موجوده قبله. وفي وقت معين الله اعلم امتى، لان حتى الوقت ده هو مخلوق من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يبدا الخلق، واول حاجه خلقها هي العرش، وخلق عرشه على الميه. ربنا سبحانه وتعالى خلق عرشه على الميه، والعلماء هنا مختلفين، هل ربنا خلق العرش الاول ولا خلق الميه الاول ولا خلق العرش والميه مع بعض؟ الله اعلم. لكن خلينا متفقين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق عرشه على الميه. تعالوا كده نتكلم عن العرش شويه. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق 4 حاجات بايده الكريمه، فالعرش ده هو أول وأعظم وأكبر مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه بإيده الكريمة. العرش ده عبارة عن سرير كبير وعظيم جدا وليه قوايم، وربنا سبحانه وتعالى مستوي على العرش ده استواء يليق بجلاله بكيفية لا يعلمها إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن على العرش استوى. والعرش ده عبارة عن قبة فوق الكون، هو سقف كل المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. عشان أقرب لكم حجم العرش تعالوا الأول نتكلم عن الكرسي. كلنا عارفين آية الكرسي اللي موجودة في سورة البقرة، واللي تعتبر أعظم آية موجودة في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسع كرسيه السماوات والارض. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لو جبنا كل السماوات والارض وفردناهم جنب بعض مش هيجوا بالنسبه للكرسي الا زي الحلقه بالنسبه للصحراء. الحلقه بالنسبه للصحراء يعني حلقه مرميه في صحراء، زي ما احنا كده بنقول دي زي الابره في كوم القش. تخيلوا كده ان كل السماوات والارض بكل المخلوقات اللي فيهم بالنسبه للكرسي زي الابره في كوم القش. بعض الناس بيعتقدوا ان العرش ده عباره عن مسرح والكرسي محطوط عليه، لكن الحقيقة مش كده خالص. العرش ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى مستوي عليه، والكرسي هو موضع قدمه سبحانه وتعالى، فالكرسي هو موضع القدم. فلما يبقى كل السماوات والأرض بكل اللي فيهم بالنسبة للكرسي اللي هو موضع القدم زي الحلقة بالنسبة للصحراء، فتخيلوا معايا بقى الكرسي ده حجمه قد ايه يعني. لما الكرسي ده عبارة عن صحراء وكل المخلوقات اللي احنا بنشوفها بالكون بالكامل زي الحلقة بالنسبة له، الكرسي ده أصلا حجمه قد ايه؟ مخلوق عظيم جدا وكبير جدا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسع كرسيه السماوات والارض. طيب الكرسي بقى بالنسبه للعرش قد ايه؟ الكرسي بالنسبه للعرش زي الحلقه بالنسبه للصحراء برضو. انتوا متخيلين يعني ايه الكرسي اللي احنا اصلا مش قادرين نستوعب حجمه بالنسبه للعرش زي الحلقه بالنسبه للصحراء برضو؟ حلقه موجوده في صحراء، ارض فضاء واسعه جدا ملهاش حدود. حاجه كده ما نقدرش نستوعبها، يعني حاجه مش هنقدر نفهم الحجم العظيم ده عامل ازاي. حاجة عقولنا مش هتقدر تستوعبه.
سبحان الله، يعني ده أكبر وأعظم مخلوق ربنا سبحانه وتعالى خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. طب ولما احنا أصلا مش قادرين ولا نتخيل ولا نفهم حجم العرش اللي هو واحد من مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، أما ربنا سبحانه وتعالى بقى الجبار العظيم، حجمه قد إيه؟ عامل إزاي يعني؟ يعني مهما تسرح مش هتفهم حاجة. عقولنا ما تقدرش تستوعب، يعني عقولنا هتقف كده عاجزة. احنا مش فاهمين يعني. ربنا سبحانه وتعالى ما اداناش حتى المخيلة ان احنا نقدر نفهم. فسبحان الله. ويجي واحد من الناس ولا راح ولا جه ولا يجي حتى ذرة في الكون اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه وينكر وجود ربنا ويقول لا ده مفيش إله والطبيعة خلقت نفسها. يا أخي يعني ده أنت يعني الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مسلمين وخلانا نسلم ونؤمن بالغيبيات والحاجات اللي احنا مش قادرين نستوعبها ولا نفهمها. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق عرشه على المية، ربنا خلق القلم وخلق اللوح المحفوظ. والقلم هو تاني مخلوق ربنا سبحانه وتعالى يخلقه بإيده الكريمة. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما خلق القلم قال له اكتب. القلم سأل اكتب ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له اكتب كل حاجة، اكتب كل ما كان وكل ما سيكون. ربنا سبحانه وتعالى أمر القلم إن يكتب كل المقادير، يكتب كل العلم ويكتب كل حاجة من أول بداية الخلق لحد يوم القيامة. وفعلا القلم كتب في اللوح المحفوظ كل حاجة. يقال والله أعلم إن اللوح ده عبارة عن درة بيضاء وصفحاته من ياقوت أحمر، موجود في جبهة إسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور. ويقال كمان إن اللوح ده موجود على يمين العرش، فالله أعلم هو موجود فين. اللوح ده واحد من أعظم المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب. مخلوق كبير جدا وعظيم جدا، وزي ما قلنا مكتوب فيه كل حاجة. يقال كمان إن الكتب السماوية زي القرآن والإنجيل والتوراة والصحف اللي نزلت على بعض الأنبياء هي أجزاء من اللوح المحفوظ. كمان اللوح المحفوظ مكتوب فيه كل أسماء المخلوقات بكل أعمالهم، ومكتوب فيه كمان أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى خلق العرش والقلم واللوح المحفوظ، خلق الملائكة ومنهم حملة العرش. وربنا سبحانه وتعالى اداهم القدرة والاستطاعة ان هم يقدروا يشيلوا العرش. لان تخيلوا معايا كده العرش بالحجم اللي احنا وصفناه ده واللي ربنا سبحانه وتعالى مستوي عليه، مين يقدر يشيله اصلا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى اداهم القدرة والاستطاعة ان هم يقدروا يشيلوا العرش ده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. والله أعلم بعددهم، لكن العلماء بيقولوا إن الثمانية مقصود بيهم 8 أصناف أو 8 أنواع أو 8 صفوف من الملائكة. وكمان العلماء بيقولوا إن المقصود بيومئذ هي يوم القيامة. فيقال والله أعلم إن اللي بيشيلوا العرش دلوقتي هم 4 أنواع أو 4 أصناف من الملائكة، ويوم القيامة إن شاء الله هيبقوا 8 أصناف أو 8 أنواع. النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج شاف حملة العرش واستأذن ربنا سبحانه وتعالى انه يوصف واحد من حملة العرش دول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة 700 عام. تخيل معايا كده ان المسافة اللي هي ما تعديش بالنسبة لنا 10 15 سنتي، ولو جبنا اكبر عملاق على وجه الارض مش هتزيد عن 20 30 سنتي، بالنسبة لواحد من حملة العرش مسيرة 700 سنة. 700 سنة. انت متخيل يعني ايه 700 سنة؟ انت متخيل لو مشيت من مكانك ده لمدة 700 سنة هتوصل فين؟ حاجة كده ما نقدرش نفهمها ولا نستوعبها. ولما هو ده واحد من حملة العرش، المسافة دي بس كده 700 سنة، امال باقي جسمه قد ايه؟ قوته قد ايه وحجمه قد ايه؟ ولما ده مجرد واحد من حملة العرش اللي الله اعلم عددهم قد ايه، امال باقي حملة العرش قد ايه؟ امال العرش نفسه قد ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى اللي مستوي على العرش الجبار العظيم قد ايه؟ حاجة كده يعني مهما تسرح بخيالك مش هتفهم، يعني حاجة بعيدة جدا عن مستوى تخيلنا. سبحان الله العظيم. تعالوا بقى نتكلم شوية عن الملائكة. الملائكة هي مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى خلقها من نور، والملائكة ولا هم ذكور ولا هم إناث. وزمان قبل الإسلام كانوا بيعتقدوا إن الملائكة دول إناث. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ربنا سبحانه وتعالى بيكلمهم ويقول لهم: انتوا بتقولوا على الملائكة ان هم اناث، هل انتوا شفتوا خلقهم؟ اللي انتوا بتقولوه ده هيتكتب وهتتسألوا عليه. فربنا سبحانه وتعالى نفى ان هم اناث، وفي نفس الوقت هم كمان مش ذكور، هم ولا بيتوصفوا بذكورة ولا بأنوثة. الملائكة ولا بياكلوا ولا بيشربوا ولا بيتعبوا ولا بيكلوا ولا بيملوا. الملائكة مفطورين على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. الملائكة مش مخيرين، ما عندهمش إرادة أصلا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة بيطيعوا ربنا وما بيعصوش أبدا. الملائكة كمان مش مكلفين، يعني ما عندهمش صح وغلط. الملائكة بيطيعوا أوامر ربنا بدون أي نقاش. والملائكة ليهم وظائف كتير جدا، زي مثلا رقيب وعتيد اللي بيكتبوا أعمالنا، زي مالك خازن النار ورضوان خازن الجنة،
زي الزبانية اللي موجودين في النار، زي كمان الملائكة اللي موكلين بقبض الأرواح اللي منهم ملك الموت، وزي إسرافيل اللي هو موكل بالنفخ في الصور يوم القيامة. والملائكة ليهم صور وأشكال وأحجام كتيرة جدا، منهم الراكع الدايم، ومنهم الساجد الدايم، ومنهم القائم الدايم، منهم اللي حياتهم كلها عبارة عن تسبيح، ومنهم اللي حياتهم كلها عبارة عن حمد، ومنهم اللي حياتهم كلها عبارة عن استغفار لينا. الملائكة بيسكنوا في السماء، منهم اللي بيسكن في السماء الدنيا، ومنهم اللي بيسكن في السماء الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا. كمان الملائكة عندهم القدرة على التشكل على هيئة البشر، زي سيدنا جبريل عليه السلام لما كان بينزل للنبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، أو كان كمان بيروح له وهو قاعد مع الصحابة عشان يعلمه أمور الدين، كان بيتشكل على هيئة واحد من الصحابة. زي الملائكة اللي اتشكلوا على هيئة البشر واللي راحوا لسيدنا لوط عليه السلام عشان يبلغوه إن ربنا خلاص وقع على قومه العذاب. ربنا سبحانه وتعالى خلق الملائكة ليهم أجنحة، فمنهم اللي ليه جناحين، ومنهم اللي ليه 3، ومنهم اللي ليه 4، ومنهم اللي ليه 600 جناح زي سيدنا جبريل عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا جبريل عليه السلام وقال عليه انه يسد ما بين السماء والارض، يخليك تقف قدامه ما تشوفش اي حاجه. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وعرفنا ربنا سبحانه وتعالى كان موجود فين قبل ما يبدا خلقه، وكمان عرفنا ايه اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى خلقها بايده الكريمه وهي العرش، وتاني حاجة ربنا سبحانه وتعالى خلقها وهي القلم. وكنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق 4 حاجات بايده الكريمة، وباقي المخلوقات قال لها كن فيكون. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنكمل قصة بداية الخلق، وهنتكلم على السماوات والارض. كمان احنا قلنا ان الملائكة والله اعلم كانوا عندهم علم ان في مخلوقات سكنت الارض قبل البشر، فان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعرف مين اول من سكن الارض. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناة، انزل بسرعة اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وكمان اعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ما تنساش كمان تتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو، واكتبوا لنا كمان آرائكم وتعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات وهنرد عليكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.